السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده بإذن الله طالعين بفيديو جديد، بس قبل ما بنبدأ الفيديو بتاعنا كالعادة بنصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. النهارده بإذن الله أنا جايبه لكم الدفايات بتاعت أوضة الأطفال اللي جايباهم لبنتي، وفي فكرة أنا عملتها في الدفايات ديت. هوريها لكم ايه هي الفكرة ديت، بتوفر معانا كتير قوي، واتمنى يا رب ان الفكرة بتاعتي تعجبكم. هوريكم اول دفاية اللي انا اشتريتها، وبعد كده هتشوفوا الدفاية التانية الفكرة اللي انا عملتها فيها. اول حاجه يا حبايبي معايا الدفايه ديت الدفايه اللي هي اللهم صل على النبي الشكل بتاعت اوضه الاطفال. هي بيبقى عليها المجسم دوت. لو انا هجيب اوضه الاطفال بسرير، بجيب من كل حاجه اتنين اتنين، يبقى كل حاجه منها لاوضه الاطفال اتنين. لو انا بعمل سرير واحد في اوضه الاطفال بجيب حاجه واحده بس. فاهم حاجه انا ببقى عارفه انا هعمل ايه. اجيب مثلا اوضه الاطفال ديت اللهم صل على النبي بالسرير ولا بالسرير واحد. وعلى العموم كل حاجه الاطفال بتبقى اتنين، بتبقى كل حاجه اتنين مع بعض في علبه واحده او في كرتونه واحده او في شنطه واحده. دوت الشكل بتاعها. ادي يا حبيبي شكل الشنطه اهي. اهو من هنا دفايه، ومن هنا الثانية هفتحها وهنشوفها مع بعض شكلها ايه. اللهم صل على النبي. ادي يا حبايبي الدفاية بتاعتنا عليها شكل الدبدوب كده من الناحية دي اهي. ادي هي اللهم صل على النبي عليها دبدوبين، ادي واحد وادي الدبدوب التاني اهوت. هي لما بتتحط على السرير بيبقوا الدباديب دول من على الحرف بتاع السرير. ادي هو رسمة الدبدوب اهو. دول اللهم صل على النبي ديت الدفايه اللي هي بتاعت الاطفال اهو. ادي التقفيل اللهم صل على النبي، ادي التقفيل بتاعها. اهم حاجه بشوف التقفيل بتاعها ما شاء الله عليها اهيت. اهي بصي يا حبيبي في هنا حاجه، بصي لما باجي اعملها كده وبرجعها تاني ما شاء الله عليها اهيت. وادي طبعا اهم حاجه التقفيل بتاعها. اللهم صل على النبي. هي الشنطه فيها دفايتين. ديت اول دفايه. هي ما شاء الله عليها هي كبيرة قوي، بس انا اللي يعني مش عارفة اتحكم ان انا افرشها قوي علشان اوريها لكم. ادي الدفاية بتاعتنا. دول اتنين في شنطة. زي ما انا قلت لكم حاجة الاطفال بتبقى اتنينين. دول اتنين في شنطة. اهم يا حبايبي زي ما انا قلت لكم هي حاجة الاطفال بتبقى اتنين. ادي واحدة وادي التانية في قلب الشنطة. الفكرة بقى اللي انا هوريها لكم دلوقتي في الدفايات اللي انا عملتها، عملت نفس الدفايات ديت هوريها لكم، واتمنى يا رب ان فكرتي تعجبكم، ويا رب تعجب اي ام او اي بنت وتنفذها. الدفايه ديت يا حبيبي انا كنت جايباها من حوالي سنتين، كانت ب 650. من سنتين دلوقتي طبعا الاسعار اختلفت. هوريكم الدفايه التانية. بصي يا حبايبي طريقه الحفظ بتاعتي في الحاجات بتاعت بنتي قعدت سنه قعدت اتنين قعدت اكتر، زي ما انا قايله لكم قبل كده بالصابونه. او بحط الصابونه بالورقه بتاعتها. ادي بالصابونه بالورقه بتاعتها ديت الحفظ بتاع الحاجه بتاعتي. هوريكم بقى اللي انا عملتها. طبعا انا مش هفوت حاجه زي كده، لازم اخترع اي حاجه واعملها. هوريكم بقى الاختراع بتاعي اللي هو ايه. بصي يا حبيبي ديت الدفايه اللي انا عملتها اهو، وافتحها وهتشوفوها معايا. اللهم صل على النبي. ده بقى يا حبيبي الدفايه ديت انا اللي عاملاها لبنتي، انا اشتريت الدفايه وبعد كده جبت اللهم صل على النبي اللي هو رسمه الفيل دوت. هوريه لكم علشان تعرفوا الفكره بتتعمل ازاي. بصي يا حبايبي اللهم صل على النبي دوت الفيل دوت بيبقى فاضي كده. اللهم صل على النبي. انا كنت جايبه الستة تقريبا او الثمانية، كنت جايباهم من السوق. نزلت السوق وجبتهم وبدات ان انا انفذ الفكره بتاعتي اللي هو ايه، ان انا جبت الدفايه واللهم صل على النبي. جبت الفايبر دوت اهو. دوت فايبر كان موجود عندي، ورحت جايبه الدبدوب وحشيته. هو في فتحتين من هنا وهما في فتحه من هنا اهو. بصوا اهو ببدأ احشيها كده اهو يا حبايبي. وبحشيه من عند من الناحية التانية برضو، ومن عند اللهم صل على النبي الزلومة بتاعته. بصي يا حبايبي دوت الشكل بتاعه بعد ما بنحشيه بالفايبر.
بيبقى هو دوت الشكل بتاعه. الاشكال ديت موجوده في السوق، في منها الفيل وفي منها القطه وفي منها اشكال كتير قوي. دوت هي دي كده الفكره بتاعتي يا حبايبي. اللهم صل على النبي. زي ما انا قلت لكم، انا لما اجيب دفايه ب 150 جنيه او ب 160 جنيه وهشتري الوشوش ديت، دول بيتباع طقم مع بعض، بيبقوا 6 أو 8 في الاسواق بيتباعوا. وبيبقى لو انا عندي فايبر موجود حشيته، وبجيب صباع الشمع وبعمله بلزقهم. لزقتها اهوت على الدفايه نفس ما انا شفت الدفايه التانيه معموله على الحرف، انا عملتها اهوت. ادي اللهم صل على النبي، ادي فيل. وهوريكم التاني من الناحيه التانيه. يا حبايبي، زي ما قلت لكم، انا اللهم صل على النبي جايبه الطقم اللي هو بتاع الدباديب ده. بيبقوا 6 أو 8 مع بعض. كنت جايباهم تقريبا ب 80 أو ب 90 جنيه. وكانت الدفايه مثلا ب 150 او ب 160. فطبعا وفرت من 700 800 جنيه. انا وفرت طبعا مبلغ، وعملت لبنتي دفايه تاني لاوضه الاطفال. هوريكم بقى برضو حاجه تاني انا عملتها معاها. بصي يا حبايبي، اللهم صل على النبي. انا جبت القماش دوت اللي هو عامل زي قماش الدفايه. اختلفت في اللون، جبت اللون الرصاصي عشان الفلفل بامبا والرصاصي. ووديته للخياطه. سالتها الاول اجيب لك قد ايه. اهم حاجه ان انا بعرف في المقاس. سالتها اجيب قد ايه من الخداديات، اجيب قد ايه قماش من الخداديات. وجبته واديته لها خيطته لي، وعملت لي منهم خداديتين. وانا جبت الدباديب ولزقتها كده برضه عليهم. بقيت عامله اللهم صل على النبي الدفايه بالخداديات بتاعتهم. بصي يا حبايبي، زي ما انا قلت لكم ان انا فصلت الخداديات اهم. انا عامله خداديتين علشان اللهم صل على النبي، علشان هما الدفايتين لكل دفايه منهم بالخداديه بتاعتها. بقت دفايه بالخداديه بتاعتها بالدبدوب اهما. وانا عاملاها من ورا، يعني انا خليت الخياطه عملتهم لي بايه، بسوسته كده من ورا اهو. ودوت يا حبايبي النهارده باذن الله كان الفكره بتاعتنا في الفيديو بتاعنا. نتمنى يا رب ان فكرتنا تعجبكم، وان عجبتكم ما تنسوش تشتركوا معايا في القناه وتفعلوا لي الجرس. وعاوزه باذن الله منكم لايكات كتير عشان هيوصل لكم مننا كل جديد في جهاز العروسه. واي حاجه انا بجيبها وبعملها لبنتي في جهازها بعرضها وبوريها لكم. اتمنى يا رب ان هي تعجبكم. نقول لكم ايه، استنونا في الفيديو الجاي. في حاجات احلى واحلى في جهاز العروسه مع ندى. استنونا.